تخيل تصحى الصبح تلاقي نفسك اترفدت من الشركة اللي انت اساسا مؤسسها بنفسك. اه، هي الشركة اللي انت بدأتها من الصفر. وده اللي حصل بالظبط مع ستيف جوبز في ابل. السؤال هنا، مين كان عنده القدرة ان يعمل كده؟ خليني اسألك سؤال سريع. مين اللي بيحكم شركة ابل؟ ومين اللي بيمشي كلمته في شركة تسلا؟ اغلب الناس هتقول ستيف جوبز او ايلون ماسك، بس الإجابة مش دقيقة 100%. في عالم البيزنس الأونر شيب مش دايما مع الكنترول. يعني ممكن تكون مؤسس الشركة ومش صاحب القرار النهائي فيها، وممكن كمان تكون سي اي او لشركة بمليارات الدولارات وتلاقي نفسك تاني يوم بره الشركة. النهاردة هنعرف فعلا مين عنده السلطة جوه الشركات، وايه الفرق بين الانفستور والشير هولدر، وايه دور البورد اوف دايركتور، ومين اللي يقدر يشيل السي اي او من منصبه. فهات قهوتك وتعال ندخل جوه اللعبة. أول حاجة المستثمر والمساهم. في فرق بين الاتنين، لازم نعرف الفرق بين الانفستور والشير هولدر اللي هو المستثمر والمساهم. ناس كتير فاكرهم إن هما نفس الحاجة، بس في فرق مهم جدا بينهم. الانفستور أو المستثمر هو أي شخص أو جهة بتحط فلوس جوه الشركة بهدف إنها تعمل ريتيرن أو عائد في المستقبل. ممكن يكون المستثمر دخل في بداية الشركة وهي لسه فكرة على ورق، ممكن يكون صندوق استثماري ضخم مثلا حاطط ملايين. أما الشير هولدر أو المساهم فده شخص بيمتلك الشيرز فعالية في الشركة. يعني لو شركة متقسمة لمليون سهم وأنت اشتريت 1000 سهم، فأنت بقيت مالك جزء من الشركة وليك حقوق معينة حسب نسبة ملكيتك، وعلشان كده بنقول كل شير هولدر يعتبر انفستور، لكن مش كل انفستور لازم يكون شير هولدر بنفس الشكل التقليدي. ودي نقطة ناس كتير بتتلخبط فيها، القوة اللي محدش بيتكلم عنها. طيب لو المساهمين هما الملاك الحقيقيين للشركة، ليه مش بنشوفهم قاعدين كل يوم بياخدوا القرارات؟ تخيل معايا شركة زي مايكروسوفت فيها ملايين من المساهمين حول العالم. هل ينفع الملايين دول يدخلوا كل يوم الشركة ويقرروا الشركة هتعمل ايه؟ طبعا مستحيل. علشان كده ظهر البورد اوف دايركتور اللي هو مجلس الإدارة، وده يعتبر من أقوى الكيانات داخل أي شركة كبيرة. المساهمين بيعملوا تصويت ويختاروا مجموعة أشخاص يمثلوا مصالحهم، وبعد كده المجموعة دي بتبدأ تراقب الشركة وتحدد الاتجاه العام. يعني باختصار مجلس الإدارة هو اللي ماسك الاستراتيجي من فوق، هو اللي بيحدد الفيجن للشركة. وهو اللي بيتأكد إن الشركة بتحقق الجروث، وإن الرول بتاع المستثمرين ماشي في الاتجاه الصح. بمعنى أبسط إن المساهمين بيمتلكوا الشركة، لكن مجلس الإدارة بيمثلهم في القرارات الكبيرة، وإن السي إي أو مش هو أصلا صاحب الشركة. وهنا بقى المفاجأة، وإن الناس فاكرة السي إي أو هو الأقوى في الشركة، لأنه بيطلع في المؤتمرات وبيظهر في الأخبار، لأنه بيعلن المنتجات الجديدة وبيمثل الشركة قدام العالم. لكن الحقيقة السي إي أو أعلى منصب تنفيذي، لكن في النهاية هو موظف بس راتبه بالملايين. لكن وظيفته الأساسية هي الإكسكيوشن، يعني تنفيذ الرؤية والخطط اللي الشركة ماشية عليها. مسؤول عن الإدارة اليومية والأداء والنتائج. لكن لو النتائج دي سيئة أو الشركة بدأت تخسر والأداء بقى ضعيف، هنا مجلس الإدارة ممكن يتدخل. ممكن بكل بساطة يغير السي إي أو ويجيب سي إي أو مكانه. دلوقتي أكيد في سؤال في دماغك، طب لو السي إي أو موظف، طب إزاي إيلون ماسك أو مارك زوكربيرج محدش يقدر يشيلهم؟ الإجابة إن في فرق بين سي إي أو عادي وسي إي أو عنده اونر شيب كبيرة. مارك زوكربيرج مثلا مش سي إي أو، ده كمان بيمتلك نسبة ضخمة من أسهم التسويق، ده بيديله كنترول قوي جدا داخل الشركة، فبالتالي تأثيره على مجلس الإدارة كبير جدا. لكن مش كل المؤسسين عندهم القوة دي، وأشهر مثال على كده ستيف جوبز مؤسس أبل بنفسه.
الشخص اللي غير صناعة التكنولوجيا كلها. في سنة 1985 حصل خلاف بينه وبين مجلس الإدارة، وفي النهاية خرج من الشركة اللي هو مؤسسها بنفسه. تخيل، فاوندر بتاع شركة أبل بقى خارج أبل. مجلس الإدارة هو اللجنة اللي بتمثل أصحاب السفينة، والسي اي او هو القبطان اللي بيسوقها كل يوم. لكن لو القبطان خد السفينة في اتجاه غلط، اللجنة تقدر تشيله وتجيب قبطان غيره. ودي ببساطة طريقة عمل أغلب الشركات الكبيرة في العالم. كده بقى عندك فهم واضح مين اللي بيحكم الشركة. المرة الجاية لما تسمع إن شركة عالمية غيرت السي اي او بتاعها، تبقى فاهم مين خد القرار ده وليه. ولو وصلت لحد هنا، صلي على النبي.